شكرا على اختياركم قناة TNN. برنامج ليكيب يجيكم من 9 ل 11 متاع الليل كل ليلة سبت في ليلة السبت وفي برنامج ليكيب نحلوا أو نفتحوا بعض القضايا في الرياضات الفردية. واليوم باش تكون معنا جامعة الكاراتيه وما يدور حول هذه الجامعة من مشاكل خصوصا في المكتب الجامعي وغير المكتب الجامعي. وإن شاء الله في النصف الثاني من الحلقة باش يكونوا معنا ضيوف مستقبل الرياضي بجابس باش نحكيو على هذا الموسم الصعب لمستقبل جابس وايضا مباريات المتبقيه لهذا الفريق. وسعيد جدا باستقبال حنبال الجغام اللاعب الدولي والبطل الدولي السابق. مرحبا بك حنبال. مرحبا بكم، افضل التحايا وحفظ المقام لمشاهدين قناتكم الكريمه، ومرحبا بالحضور. سي خميس قاسم، سي فوزي البي رئيس الجامعه التونسيه للكاراتيه، مرحبا بك. وبيك اكثر. ايضا زميلنا سي فوزي الذويوي رئيس قسم الرياضه باذاعه مفاهيم، مرحبا بك. مرحبا محمد الهادي، مرحبا بكل مشاهدي TNN، تحيه خاصه لزملائي في الراديو. وخلينا نبداو نباركوا للنجم رياضي الساحلي حصوله اليوم على كاس تونس في كره الطايره. اساسا المسؤولين اللي لاهين بالفرع ذا سي امين عظومه، منعم بن علي، جلال شرف الدين وسي راضي بن علي. واضح، شكرا لك. باش نرجعوا ايضا بتتويج بالنسبه لنادي قرطاج في الكره الطايره، ايضا كان فاز اليوم. باش نعطيكم بعد شوي اكثر اخبار، لكن نمشيو مباشره نحكيو على الكاراتيه، جامعه الكاراتيه. نحب نعرف شكون فيكم الرئيس يعني فعليا قبل كل شيء، الرئيس الحالي؟ الرئيس الحالي سي خميس قاسم، ما الوزاره معترفه به، هو الرئيس الحالي سي. وبالنسبه لقضيتك انت تقول انا الرئيس الشرعي. شكون فيك؟ توظفوا من بعد. هو في جميع هو في الكل، مش خارجه من رياضيه اكيد، اهم شيء ما ثماش دخيل في الموضوع هذا عكس الجامعات الاخرى. بالنسبه لي حنبال رئيس الجامعه بالعكس ما يزيدنا كان فرحه. انا بكل تواضع اذا رجع ان شاء الله ربي يوفقني في المهم ما يجيناش حد دخيل علينا، لانه الجامعه التونسيه للكاراتيه فيها من الكوادر ما تنجم تسير رياضتها. واضح. نحكيو على الكوادر، نحكيو على المكتب الجامعي الحالي، اشكالات كبيره برشا في المكتب الجامعي. اعضاء كانوا سحبوا الثقه، اعضاء ماهوش فرحانين برشا بعمل رئيس الجامعه التونسيه للكاراتيه. شنو الاشكال لو كنت تحطنا في الاطار قبل كل شيء؟ هو قدومنا ساعة للجامعة هذه نظرا اللي الباساج اللي تعديته من الفترة من بعد ثورة كان باساج تنجم تقول افيد، لانه اللي تداولوا على رئاسة الجامعة هذه من المفروض انهم يتم الاقلاع بالرياضة هذه، نظرا اللي وقع فيها نجم نقولوا نزول كلي مقارنة بما سبق من نجم نحكي لك من 98 حتى ل 2004 أو 2005. مرعنا كان أنه المستوى قاعد ماشي ويتدهور لظروف. الحقيقة حكينا سابقا نحن كعائلة معناتها كما حنبال كما بعض الأخيان على أساس أنه ندخلوا باش نجموا نقدموا الإضافة اللي لازم نقدموها. واضح. الإضافة اللي كانت هي الرجوع هو كاراتيه على مستوى التتويجات. ثاني حاجة بعدم إقصاء الكفاءات الرياضية نتاع الرياضة هذا اهل الاختصاص. هذا هو المجال نتاعو. يعني حسب ما نفهم من كلامك انه كان فما اقصاء. بالطبع كان ثم اقصاء، هو كان ثم اقصاء كلي. واضح. والغريب في الامر انه معناتها نجم نقول لك الابوجي نتاع رياضه الكاراتيه راهو كان في 2001 تاريخيا، منذ تاسيس الجامعه الى يومنا هذا عمرها ولا جامعه تونسيه للكاراتيه جابت حققت واخرجت خصوصا في الالعاب المتوسطيه اللي دارت في تونس. الالعاب المتوسطيه في ليزوبان، في البطولات العالميه اليونيفرسيتير اللي شارك فيها سي حنبال وتحصل عليها على بوديوم. كل ما تتحب انت مسينا في ظرف وجيز بين 2000 معناتها بالالعاب المتوسطيه في سبتمبر، بعدها في اكتوبر جبنا الميداليه مباشره في جونيور ميداليه دارجون، في 2002 ابتسام جابت ميداليه دارجون. في ظرف وجيز جبناه وقعدوا حتى اللي بعدنا قعدوا يخدموا راهو بالخدمه اللي تخدمت راهو. لكن مرعنا انه اللي هما يلزمهم ياخذوا روليف كما حنبال كما حموده كما نكتشفوا اللي هم الناس هذوما ثم ناس جات وكانها عندها اشكال مع الناس هذوما. تعرف كل حب يفسخ التاريخ تاع البلاد، هذوما حب يفسخوا رياضه الكاراتيه. واضح. خلينا على الاقل نتناقشوا الناس كل واحد ياخذ فرصه في الكلام. نرجعوا لحنبال رياضي. وقت اللي كنت رياضي شو كان يصير على مستوى هيكل الجامعه، على مستوى وزاره الاشراف، شنو كان يصير بالضبط خصوصا اللي انت كنت بطل دولي سابق؟ والله في الواقع قبل كان ثم امكانيه تشاور وحكينا تقريبا مع بعضنا، يعني توا فرصه باش نحكي على سي خميس قاسم
سي فوزي الباهي احنا نقولوا له، هو كان المدير الفني في 2001. تذكرش وقتها تم حتى اقتراح كوني انا كنت اتليت وجيتي كوتشي اتليت او ميم طون، هذه سي اون بروميير ممكن ما عمري ما صارت. يعني في 2001 كنت لاعب وكنت كيف اطرت فريق وبمعيد سي فوزي اللي هو كان موجود، وطلبنا طلب مع الوزاره. يعني الوزاره كانت قريب لنا، قريب مدير رياضي النخبه كان قريب، طلبات كيما هكا معيت وقت سينا جيسيد هما معانا وكذا، وحققنا نتائج تعتبر خياليه. يعني 7 ميداليات سي فوزي كان تتذكر 7 ميداليات. شكون هي الجامعه على وقتها حققت 7 ميداليات؟ وتقريبا الكاراتيه لو باسان ميديتيرانيان سي لي ميور موند اللي كانوا موجودين. يعني فعلا الكاراتيه وصل للعالميه، حكي على لي جران سلام، لي تيتر مونديو، شو اللي تبدل حنباع بين الفتره اللي كنت فيها بسيطه الاجابه، واليوم انت تحب تولي مسؤول؟ شوف الاجابه بسيطه. احنا بعد الثوره شنو صار؟ طلب بسيط من قبل رؤساء النوادي، قال لك لما لا نقوموا بانتخابات شرعيه؟ انتخابات، لانه قبل ما عمرنا ما كانت ثم انتخابات، ثم تعيين لشخصيه معينه لكونه السي بشير شريف عين طيله 14 سنه. بالفعل هذا هو لعبه الانتخابات، ثم ناس ما قبلتهاش. هذه هي الاجابه. واضح. نحكيو على الانتخابات، نبداو من 2011 2012 وقت الاشكال اللي كان برزو حنبعل في ذلك الوقت مع الرئيس السابق للجامعه التونسيه للكاراتيه حول يعني مصداقيه او شرعيه ذاك المكتب. شنو اللي صار على الاقل نحطوا الجمهور الرياضي في الصحن كما يقولوا، على الاقل نعطيهم فكره. اون دو وبعد الثوره مباشره صار عمليه سحب ثقه، اكثر من ثلثي النوادي سحبت الثقه من المكتب الموجود. بعدين شنو صار؟ صارت اول انتخابات تاريخيه للجامعه في 12 فبراير 2012 بالفعل. ثم 3 قوائم. صارت النتائج اسفرت على قائمه الاولى، قائمه المكتب القديم اللي يترأسها سي منير المعروفي، والقائمه اللي ترأسها انا، والقائمه اللي ترأسها سي خميس قاسم. يعني كي تجي تشوف سي خميس قاسم والقائمه نتاعي ثم اغلبيه الناس كل يعني مع التغيير، الا انه وعدت عنا احنا في القائمه الاولانيه ثم تصريح النتائج اللي هو بفوز القائمه الثانيه لم يصرح الى حد التاريخ وما زلنا نطالبوا به، وما زال القضاء الى حد اللحظه هذه قاعد يحكم لصالحنا، وثم شخصيات مسؤوله ضد كون يتصرح بالنتائج وتسمح على ترانزيسيون باسيفيك تقريبا. واضح. وبعدها جاء البيرو فيدرال بتاع سي فوزي الباهي. اذا الاشكال اللي واضح في جامعه الكاراتيه اليوم عدم خلاص شهريات لموظفي جامعة الكاراتيه بالنسبة للتربصات للمنتخبات الوطنية، إشكال كبير برشا، يضر شهرين وثلاثة حسب ما سمعنا احنا كعالمين. هو الغريب في الأمر أنه الناس كيفاش تخلط بالأمور. مكتب جامعي يخدم على روحه، ناس موظفين يخدموا على روحهم، الأمين مان يمتنع أنه باش يصحح لأنه هو يلزم يصحح مع رئيس الجامعة، لكن ما يحبش يصحح. علاش ما يحبش يصحح؟ لأنه عنده إشكال مع رئيس الجامعة. واضح. شنو هالإشكال اللي يخلي أنك توقف هالمرفق العام؟ دونك ثم طاولة حوار، ثم نقاش، وثم اقنعني ونقنعك. ما ثماش ثنية كونسونس يونيك، أما معاك ولا لا. دونك ثم حاجة اللي هما نجم نقول لخيان ما همش أهل اختصاص. هذه اون. دو نسيني اللي هو نحن عندنا دو ترافاي افير اللي هو الوقت يزربنا. دونك الكادونس اللي يمشيو بها كادونس نتاع واحد في العقل حتى نوصلوا ل 2020. ورياضتنا واللي يعرفوا الميدان توا كيما احنا نحن ناس حتى الكومبا نتاعنا في تاع 3 دقائق، يلزمك 3 دقائق تربح. معليش كل الوقت نتاع شنو نقعد نستناك وبيان اون باس الاكسيون ونخدموا فيتاس دو كروازير باش نجموا نخلطوش، والا نخلي زيد ترقد الرياضه هذه. نحن ما جيناش باش نرقدوها، نحن جينا باش نسرعوا على اساس انه قدامنا برشا اشياء وتطوير الرياضه هذه. نسمعوا كلام سيد الوزير ماهر بذياء حول ما يدور في جامعه الكاراتيه، ونرجعوا نبنيوا على الاقل على كلام سيد الوزير. تفضل. شو موضوع جامعة الكاراتيه؟ هو موضوع يؤرق جامعة معناها الكاراتيه بدرجة أولى، ويقلق أيضا من ناحية ثانية وزارة سلطة الإشراف. تعرف عن سلطة الإشراف ما نحبش ندخل في الجامعات، ماذا بينا أنه الجامعات تسير شؤونها، نحن نوفر لهم الدعم على أساس برنامج ونواكب هذا البرنامج، نواكب المسائل الفنية في اختيار المدير الفني. هذه ماذا بينا تبقى علاقتنا في هذا الإطار. اليوم العلاقة تصدعت، كانت هناك هيئة وقتية، انتخبت جامعة جديدة، الجامعة الجديدة سرعان ما تصدعت مجددا. نحن دعيناهم الاجتماع وكان حضرت فيه حتى اللجنة الأولمبية، وحبينا نذيب
الجليد الواقع بين مختلف الأطراف، ولكن اليوم يبدو أن الأمور تأزمت من جديد. هذا الملف مطروح على طاولة الدرس. أنا ما نحبش نلجأ ونعاود نقولها إلى الفصل 21 لأنه في عقوبات حتى على المستوى الدولي، لأنه الفصل 21 يخول سلطة الإشراف أنها تتدخل، ولكن إذا كان تعطل المرفق العمومي أكثر مما يلزم وتطورت الأمور فسننظر في حل اللي تكون فيه مصلحة رياضة الكاراتيه قبل مصلحة الأشخاص. من جديد لبرنامج ليكيب مازلنا نحكيو كاراتيه في صورة التأزم أو تواتر التأزم. الوزير اليوم باش يدخل حسب الفصل 21. والله السيد الوزير اللي علق عليه في جانب اللي هو يرجع قانوني وهذا من حقيقته، لكن العلاج يبدو لي انه العلاج معناتها ماشي في اتجاه انه الارتيكل 21 باش يطبق على مكتب جامعي كل، مش هذا باش يعالج الاثنين. وثم معنا اشكال في انسان امتنع وقف المرفق هذا اللي هو الامين المال، فقط العمليه تقف غادره. إذا أنت تحب تطبق الارتيكل 21 على جميع الأعضاء، هذا موضوع أنا ما ندخلش فيه، لكن نعتبره أنه فيه برشا زيادة مش هكا. أنا راه ما تعالجش هكا الأمور. أخطأ سيد في حق المرفق العام هو اللي يتسلط عليه الارتيكل 21. واضح. نجيو حنا بعد قبل ما نعطي الكلمه فوزي، على الاقل حطيناك في موضوع الساخنه في رياضه الكاراتيه. حنا بعد نجيو للاشكال نتاعك انت الشخصي حول كما قبلك بديت شكون منكم الرئيس الشرعي ولا غير الشرعي. نجيو للقضيه اللي تثير اثرتها انت. انا بالنسبه لي تو وقت تفرجت على رد السيد الوزير تأكدت له هو ما قراش الملف الذي وضع على مكتبه نهار 23 فيفري 2012. شو في الملف؟ الملف أولا الرد نتاع السيد الوزير عموميات، نحبوا نخدموا نحبوا نحسنوا. ملف جامعة الكاراتيه تقني بامتياز، طلبنا منه التفضل بتطبيق الفصل 6 من المرسوم المرجعي 66 بخصوص جامعة الكاراتيه. جامعة الكاراتيه شفت اللي كان يحكي فيه سي فوزي توا هو نتيجة. احنا شنو قلنا له؟ ثم مسؤول اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية سي محرز بوصيان ورئيس اللجنة العليا مش في انتخابات امتنع على تطبيق الفصل 5 اللي هو التصريح بالنتائج. الانتخابات الأخيرة هذه اللي نحكيو عليها ونحكيو على أمين مال ونحكيو على جامعة، هذه فيها قرار إيقاف، هذا قرار وزير العدل. ثم قرار صدر نهار 16 أكتوبر بإيقاف الجلسة. وجود سي خميس هنا هو دليل إلى الإشكال راهو نتيجة. شكون الأعضاء هذوما اللي قاعدين يعطلوا في سير المكتب هذا؟ لأنه سي خميس خلينا نقولوا هو بجنبه هو اش عمل؟ هو أولا حب يغير بطريقة ذكية، يقول لك أنا ندخل من داخل المكتب هذا ما قدرناش نغيروه. السؤال يسأل سي محرز بوصيان اتصلنا به قلنا له يبارك فيك طبق القرار، راك الطريق اللي ماشي فيه هذايا مش يوصل إلى نقطة نهاية الرياضة هذه. وممكن زاد سامحني خليني نقولها على مسؤوليتي، نهايتك انت اذا كان عندك اعتبارات انتخابويه للجنه الاولمبيه في المده القادمه. الحديث شنو هو؟ يعني انا عندي اعضاء او رؤساء جامعات نحب نحطهم مباشره. رئيس اللجنه اذا كان ما يقبلش رئيس شرعي، قلنا لنا القرار نتاع الكناس واضح، منطوق الحكم واضح، يقول لك اسقاط قائمه المعروفي واثارها الغاء اثارها القانونيه، واثنين إحالة الملف للهيئة المختصة. شكون الهيئة المختصة؟ هي التي تعنى بالشأن الانتخابي. السيد امتنع، يعني كي خلينا في وضعية كما هكا، مكاتب وقتية ومكاتب اللي هي متصارعة من داخل والقرار ما تاخذش. سامحني أنا معلومة نحب نطوقها لأني معلومة مهمة برشا. السيد الوزير سمعت أسبوع سي محرز بوصيان يستدعى سي بشير الشريف، اللي هو سي بشير الشريف نعتبروه جزء هو تقريبا عليه كلام. سي بشير الشريف 14 سنة موجود، ثم برشا كلام ما نحبش نخوض فيه، هو يعرف الملف نتاعو. هو استدعاه وعرفوا على سي ماهر بنظية، خاطر سي ماهر عنده 100 نهار باش يفهم الوضع نتاع الوزاره مش سهله. سي محرز بوصيان في باله بتفاصيل التفاصيل. انا كي الملف هذا ما يتجاوبش عليه تو تقريبا عنده شهرين ونحكيو على حل كما قال سي خميس. المشكله مش في الحل، سهل الحلول. كيفاش؟ شنو الميساج السياسي؟ هو باش نلقاو حلول. الفوق 28 ألف مجاز ما عادش مجازين، اصبحوا متعاطين للرياضه. تو سي خميس ينجم ياكد الكلام. شكون قعد فيها الجامعه هي؟ وضع صعيب، وخاصه في الوضع الدقيق هذا. نحكي على رياضه نتاع فنون دفاع،
سلطة الإشراف الحالية أو الجامعة ما عندهاش الإمكانية حتى باش تراقبهم عن طريق تظاهرات، عن طريق باش توفر لهم فضاءات باش يخدموا، وباقي نحكيو على الحل، في حين أنه الحل واضح يصرح بنتائج القائمة الفائزة. أنا بالنسبة لي الأعضاء نتاعنا تحدثنا عنا موقف من سي محرز بوصيان، وراهو مش عيب كي نختلفوا مع بعضنا، بالعكس. توا سي محرز بوصيان خلينا نقولوا حقيقة، سامحني باش نتكلم حتى شوية في قراءة سياسية الخطاب آخر رئيس غادر البلاد وخلانا في وضع كارثي. اش قال؟ ما قالش ثم ناس غلطوني. شكون هم اللي غلطوه؟ مو مسؤولين، ثم من بعضهم مسؤولين، من بعضهم موجودين في الشأن الرياضي. سي محرز بوصيان كان رئيس الجامعة نتاع التنس ووقع سحب الثقة منه. حاليا مع شكون قاعد يتعامل وشكون اللي قاعد تو يفرض علينا؟ سامحني نوصل الفكرة، سامحني. رئيس الجامعة التونسية الكاراتيه سي بشير الشريف هو سحبت منه الثقة، يعني اثنين هذوما يفرض فيهم في مشاورات الى حد الان. تو احنا عملنا مقابله للسيد الوزير هاي من نهار 10 قلنا له يبارك فيك قبل ما نتحدثوا مع السيد وزير العدل، عاجل يبارك فيك اسمعنا ثم قائمه فائزه مطالب باش تصرح بالنتائج. الى حد هذا التاريخ ما يسمعناش ونسمع بسي بشير الشريف ولا هو يلقى في الحلول. يعني اذا كان ماهوش فاهم الملف يقرا القرارات القضائيه. راهو السي محرز بوصيان مع الاسف حط وزاره الشباب والرياضه في تصادم مع قرارات المؤسسة القضائية. سامحني الكلمة الأخرانية، هل يعقل وزير شباب ورياضة يتعامل مع مكتب فيه إيقاف تنفيذ؟ يجاوب كان يقدر. واضح. ويبقى حق الرد بالنسبة سيد محرز بوصيان مكفول في برنامج ليكيب. معنا عبر الهاتف فوزي بشيخ رئيس اللجنة القانونية لجامعة الكاراتيه. مرحبا بك نزار. نزار الشيخ داكور. مرحبا بك. من اول باب معناها ما نحبش نمشي في النسق الطريق اللي معناها تحدث عليه الشيخ انا بعد النظام، خاطر باش نقعدوش نحكيو في حكايه الحكم اللي عنده وكذا وباش الحكم قديم. لازمش نتهموا قديم يعتبر، يعني قرار قضائي اصبح قديم على الاشكال الموجود في جامعه الكاراتيه. يا شيخ انا بعد مانيش نقص القرار بتاعك. لا انا اتحدث على المشاهدين مش اتحدث على سيادتك يا سي نزار. اوكي انا قاعد نحكي على قرار قضائي صادر من محاكم شرعيه في الدولة التونسية، ماهوش قديم سيادتك. هذاك القرار نتاعك انت ما قلتش. لا مش نتاعي، نتاع التوانسة، قرار وزير العدل، وزير العدل مش نتاعي. وزير العدل هو وزير التوانسة الكل، نحترموه. وانت سيادتك كاتب عمومي في تعرف يعني عندك خبرة شوية في القانون. انا بعد نرجع نحترموا قرار قضائي. انا بعد تو ترجع لك الكلمة على الأقل معنا بالهاتف، على الأقل مش موجود معنا في البلاتو، نعطيوه حق الرد وحق يتكلم على الجامعة التونسية للكاراتيه. سي نزار مازلت تسمع فينا ولا؟ سي نزار نحاولوا نرجعوا بالتليفون. نرجع معك فوزي. كي تشوف اشكاليات كبيره برشا في جامعه الكاراتيه، وزاره الشباب والرياضه الى حد الان مازالت ما عطاتش موقف، مازالت ما عطاتش حتى انيسياتيف، وهدت باللجوء الى الفصل الى الحل مباشره، اسهل الحلول اللي هو فصل 21. هو كلام السي حنا بعل وكلام السي خميس قاسم والاخ اللي كان معنا في التليفون حكيوا كل شيء الا على معناتها الراي الوطنيه وتغليب مصلحه تونس. هنا الناس الكل يحكيوا في كلام فارغ. باش نعطيك شنو سمعت. 12 افريل 2012، 23 فيفري 2012، الفصل الخامس، الفصل السادس، الفصل 21 و حتى واحد ما حكى على 22,000. جوست كانت كلمه عابره في كلام السي حنا بعل. 22,000 مجاز. شكون بهم الناس هذوما؟ هما سي خميس مع كامل احتراماتي ليك وسي حنا بعل. اليوم انتم قاعدين تتلاعبوا بمصلحه الناس هذوما، حتى واحد فيكم ما تنازل. لا 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 ما تقطعنيش. نعطيك فرصه نعطيك فرصه نعقب عليك. لا نعطيك فرصه. كلمه تتلاعب تسحبها من فضلك. لا مش تتلاعبوا. لا سامحني لا سامحني استاذي تسحب لا سامحني لا احنا ناس قاعدين نناضلوا من اجل تحقيق قرار قضائي يولي كلمه نضال لا سامحني انت ليش الكلام ما يتوجهش للمسؤول الاول؟ لا سامحني يبارك فيك. كلمه تلاعب لا سامحني لا اسمح لك باستعمال كلمه تلاعب. تقول لي رئيس اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات يتلاعب طيله 3 سنوات، هذا نمشي معك. اما الكلمه لا توجه لي خاطر عاطين منطقتنا ثم مكتب كابيني جوريديك قاطع في الناس الكل. لا ما قاطعش
تسكت. لا مش متشائم. شوف انسان يبدا يدافع على قضايا اعتبرها مقدسه. ما نسمحش كلمه تتلاعب. تقولها لسي بوصياد اللي هو ما قبلش يكون ويواجهنا ويتحدث. شكرا. كلمة نضال كبيرة برشا، مش أي إنسان قاعد يناضل في الوطن هذا. أنت تعرف شكون يناضل اليوم في الجبال؟ العباد قاعدة تموت كل يوم. هذاك بطريقته أنا حسب رأيي الخاص حتى واحد ما غلب المصلحة الوطنية في الملف هذا. اليوم أنتم مسؤولين قدام 22,000 هذوما، بما فيهم أبائهم، بما فيهم أمهاتهم، بما فيهم أساتذتهم، بما فيهم تونس بلادهم اللي تستنى فيهم باش يجيبوا دي تروفي ودي ميدال. اليوم أنتم مسؤولين رقم واحد، ولازمكم تعتذروا للناس هذوما. انت سي خميس، انت سي حنبال، والسيد اللي في التليفون تعتذروا للناس هذوما. اولا ما حسمناش المواجهه. تصور محمد الهادي الوقت اللي 12 ابريل 2012 يعني جريمه في حق الناس هذوما. اكيد معك، هذا كلام معقول. واضح. نرجعوا مع الهاتف معنا من جديد نزار بالشيخ. مرحبا بك. مرحبا بك عايشك. دونك انا ما حبش نمشي في الكولوار اللي معناها في الطريق اللي يحكي فيه حنبال، خاطر الموضوع يا باش نحكيو في الاشكال نتاع المكتب الجامعي الحالي نتاعنا، واضح، يا باش نطرحوا بلاتو اخر نحكيو فيه مع حنبال. عندي دوسي كامل فيه 365 صفحه، واضح، نحكيو فيه معناها في بلاتو واحد. واضح. نحطوا على الاشكال نتاعنا اللي مطروح تو في المكتب الجامعي نتاعنا. المشكل هو يتعلق معناها منذ اطباعات المكتب الجامعي وفهمتني والاجتماعات الاولى وقع اشكال انه معناها فما خلافات مع رئيس الجامعه، والخلافات هذه تجسمت انه معناها في احاديه الراي واتخاذ القرارات، انه معناها اللي قاعد يقع معناها من اتخاذ قرارات من المكتب الجامعي والمصادقه عليها ماهيش قاعده تطبق هي، وقاعد تطبق قرارات خلافها. بعثنا مراسل سيد الوزير فيها 19 مخالفه اللي نضيفوا لها المخالفه 20 اللي معناها برزت اليوم معناها اكتشفناها انه معناها فما ناس قاعده تسافر لبرا، فهمتني ولا بدون معناها اخذ معناها الموافقه من اللجنه معناها مختصه في الموضوع هذا، ودون علمنا. ثم تعيينات معناها في التحكيم قاعده تقع معناها بدون علمنا احنا واستدعائنا، معناها توا احنا معناها توا قاعده توا الانشطه قاعده تمشي. ها وصلوا بحذاك في فوزي الباشي خميس قاسم كيفاش الانشطه هذه قاعده تمشي والرزنامه قاعده تطبق. شكون يطبق فيها الرزنامه هذه؟ هل انه المكتب الجامعي حاضر؟ موشي حاضر؟ كيفاش؟ هنا نقطه استفهام كبيره. ولو انه الفصل 32 نزار نحب نسالك علاش الانشقاق في نزار انه لا تكون مداوله المكتب الجامعي قانونيه الا اذا حضرتها اغلبيه الاعضاء، واتخذ المكتب الجامعي قراراته بعد مداوله باغلبيه الاصوات. هذا الشيء خميس قاسم هو وحده واحنا 11 عضو ضده. القرارات كيفاش قاعده تمشي مانيش فاهم انا. واضح. نزار كنا سمعنا سي فوزي الباهي حكى على الانشقاقات. شنو اسباب الانشقاقات في جامعه الكاراتيه؟ الانشقاق اندلع معناها في مرحله اولى فيما يخص معناها تعيين ستاف تكنيك اللجنه الفنيه، فهمتني المدير الفني. معناها احنا عملنا خياراتنا كمكتب جامعي وقدمنا قائمه ووقع تعيين لجنه معناها شرب الوزاره، واللجنه هذه معناها ما علمناش بها. مشى هو معناها وتقابل مع معناها اعضاء في الوزاره، وتعرفوا اللي اللجنه اللي كانت حصل النظام الاساسي نتاعنا يلزم فما اعضاء ممثلين من المكتب الجامعي باش يكونوا حاضرين في المداولات نتاع الاختيار هذايا، بما انه احنا اعضاء احنا اللي نقرروا باغلبيه الاصوات معناها بعد ما نداولوا الموضوع هذا نتاع الاختيار في المكتب نتاعنا، وبعد هو على اساس هذاك يلزم هو يمشي مع زوج اعضاء ولا ثلاثه من اللجنه باش تكون متشاطره. واضح. تكون فيها ديمقراطيه في التصويت هكا ولا ويقع اختيار المدير الفني واللجنه الفنيه، واللجنه الفنيه هذه اللي باش الستاف التكنيكي اللي باش يسير معناها الرئاسه. سيدي زار السؤال الاخير بالنسبه فما ناس قاعده تستنى في شهرياتهم وناس ايضا في المنتخب الوطني التونسي يستناو في مستحقاتهم الماليه نحو تربصات المنتخب الوطني. علاش اليوم امين المال ما يحبش يصحح في هذا؟ الموضوع هنا قبل ما نوصل للشيء هذا وقبل ما نوصل للمشكل نتاع المدير معناها الامين المال السيد خميس قاسم، ما رانا احنا معناها جينا للجامعه بدل معناها الكفاله نتاع الجامعه، لقينا روحنا في الشارع. شيء مؤسف هذا انه يستولى معناها رئيس جامعه على مرفق عام، هذا خطير. فما قضيه عدليه تقدمت معنا في الغرض وعلمنا السيد الوزير من الموضوع هذا، ما وقعش دعوتنا لحتى اجتماع. شنو معناتها الاجتماعات يعمل فيهم وحده؟ ما فماش حتى اجتماع باش يعملهم الاجتماعات اذا كان ال11 العضو ما همش موجودين معاه. صاحبين مدوا وثيقه بامضاءات، كيفاش باش يعمل اجتماعات؟ ماني قلت لك الفصل 32 الفصل 32 يقول انه يجتمع المكتب الجامعي باغلبيه الاعضاء باش نجموا احنا نصوتوا ونتخذوا القرارات. احنا هو الشهري
قال لي انا مستعد ل 11 عضو يمشيوا ونبقى انا وحدي نسير الجامعه وانا عندي شكون ورايا من السياسيين الكبار اللي نجم دعمني وباش نمشيوا كلكم نقعد انا. كلام هذا غريب واضح من شخص معناها انه بيسير مرفق عام مسؤول. سي نزار خلينا نتفاعلوا على الاقل على الاقل خلينا نتفاعلوا ما دام معنا سي فوزي الباهي. عندكم 20 مخالفه حسب ما يحكي، تعيينات وتعينوا وحدكم، رزنامه الاستيلاء على مرفق عام كل مناقص كان يهزوني. شوف لا هو من المؤسف ان واحد يسمع حاجه كيف هذه لما حاله باش نكونوا احنا واضحين. شوف وقع الاجتماعات الرزنامه وافقوا عليها الرياضيه اللي هو تو يحكي عليها على اساس انه شكون قاعد يقوم بالرزنامه. يا اخي الرزنامه كي تصدق عليها مره نعاودوا كل مره نرجعوا للرزنامه. هذه واحد. ثاني حاجه نظرا اللي هو معناتها رئيس لجنه التحكيم وكانت تعييناته ما شاء الله تبارك الله معناتها في ماشيه في ثنيه لازم تمشي. يحب الانسان اللي هو اهل الاختصاص ما يتدخلش وقت يرى العوج. هو يحكي على 11 ما ثماش 11 سيدي سامحني ما ثماش 11. دونك هو يهولا. رابع حاجه يحكي على اساس انه ناخذ قرار احاديه والى اخره. موجود في البي في دو رينيون على في اطار انه شكون يقع ترشحه للاداره الفنيه. كانوا ثم ثلاثه، كان سعيد المتخلي ثم ثاني سي حلمي والثالث حمود وصادقوا عليه ومكتوب مصحح. الوزاره قالت السيد الاولاني لا نتعداو للثاني والثالث دخلوا في ستاف تكنيك. مشينا على ضوء هذاك وهما مصحين. اش حبوا هما الساده الكرام؟ نظرا اللي الوزاره قالت السيد الاولاني لا، اذا نعاودوا نرجعوا للتركيبه من جديد. شنو نرجعوا للتركيبه من جديد؟ معناتها بعد ما اتفقنا نعاودوا اتفاق ثاني. اذا ولاو يتلاعبوا بالرياضه هذه. وانا نشاطر الاخ فيما يتعلق انه مسؤوليه صحيحه على عاتقنا على انه تسيير المرفق هذا، لكن ثم حاجه اساسيه انه الوزاره هي بيدها طرف، هي طرف لانه هي بارتنير. نحن راهو سبور ديتا 90% من مدخول نتاع الجامعه هذه راهي تعطينا الوزاره سلطه الاشراف وسلطه الاشراف. اذا انت فلوس الشعب اون جينيرال بالطبع لي كونتريبيابل كيف وكيف وكل خير الكل. اذا هي بيدها يلزمها تتدخل. اذا هذا السيد ما يصححش وانا نسامح نحن قمنا باللازم يتقام. اتصلنا بالبرة باش نحضروا دوره في فرنسا، عندنا دوره ستاج اخر في كرواسيا. هذا كله حضرناها الرزنامه مع الاداره الفنيه وبعثناها للوزاره. لكن اذا بور ديبلوكي لا سيتواسيون يلزم سي تريزوري صح انت باش تنجم تعمل فيزا وما يلزمك فلوس شكون بيصحح لك؟ واضح. اذا هاولو وين واقف؟ نحن مش واقفه على مستوى الاداره الفنيه او في او رئيسها، لا هو في فرد فقط. هذا هو الاشكال بالنسبه لي. هذا الاشكال المطروح في امين المال. اشكال موجود في امين المال. 20 ثانيه سي نزار خليك تعلق قبل ما يعني ما تعلق على كلام سي فوزي الباهي. سؤالي الاخير سيد الوزير كنا نسمع فيه في سورد يعني تعكر مزيد تعكر في يعني جامعه الكاراتيه باش يطبق الفصل 21. بالنسبه لتطبيق الفصل 21 لازم يكون معناها مبرر. واحنا يظهر لي 11 عضو ما عندنا حتى ذنب انه نجي رئيس الجامعه شكر علينا الجامعه وفهمت اتخذ قرارات وحده انه حط ستاف تكنيك باش يخدم به الانتخابات الجايه، انه محضر قائمه من تو الانتخابات الجايه. هو ترشح في قائمه قبل الانتخابات هذه وصوتوا له 17 صوت فقط. معناها احنا خدمناه باش طلع معنا في القائمه نتاعنا. ماش نحكيو على اصوات سي نزار، نحكيو على تطبيق فصل 21. ماش نحكيو على اشخاص تو، نحكيو على فصل تطبيق فصل 21. بالنسبه للسيد الوزير اذا كان باش يطبق الفصل 21 لازم يكون مبرر لكل شخص. شكرا لك سي نزار بالشيخ رئيس اللجنه القانونيه لجامعه الكاراتيه. نرجع معاك. سامحني تفضل. بعد جوست حاجه برك سي نزار نظرا اللي هو معناتها كما نقولوا نحن مطلع على القوانين كل شيء. ما رعنا كان اخيرا نكتشفوا انه السيد حاليا كعضو هو كاتب عام جمعيه اللي هي منخرطه صلب الجامعه هذه، وطول الملف نتاعو اللي هو ممنوع معناتها رجل مش وفق العباد. احنا فاهمين محلاها رجل قانون هكا يحكي لي على القانون وهو خارج على القانون. معناتها شوف باش ما ندخلوش في حاجات خلينا نبعدوا على اشخاص بالنسبه لرياضتنا. شوف انا نحب جوست سي فوزي نقول حوايج نظرا كما حنا بعد كيف عبد الله كما ثم ناس خير منا وافضل منا، لكن في اختصاص نتاعنا ونحن ما دخلناها الرياضه هذه الا باش نرجعوا الرايه هذه اللي كانت عليه، وقاعدين نحاربوا في ناس اللي هي تحب هالرياضه هذه تبركها اللوط.
لا جوست خلينا نوصل كل واحد يلعب رياضه لازم يشدها يعني. سي فوز لا سي فوز جوست خلينا نوصل لك مش هذا الموضوع لا هذايا نحكي لك سي فوز مش انا مش باش ناخذ رايك نحكي نحن اهل الميدان واهل الاختصاص نحاربوا كل انسان يحب هالرياضه هذه هبطها مهما كان أكهو واحنا معكم زاد عالميين ماذا بينا حتى رياضة الكاراتيه ترجع للتتويجات وترجع إلى اعتلاء المناصب على المستوى الدولي. نرجع معك حنا بعض يعني بالنسبة للقانون بالنسبة للقرارات موجودة تحت منكم علاش ما تمش التطبيق الفعلي نتاعها من منذ اشهر على الاقل؟ واضح هو ردي ورد الاستاذنا ولا محل سمعتك صحه خاطر عطيتني نتكلم في نقطه مفهوم النظام والنضال والمثابره في شيء. الناس وخيالنا اللي هما الجنودنا في الجبل كيما نجموا احنا جنود على الطاوله هذه حتى هو جنود وهز رايه الوطن زاد اليوم حنا بعض اهم شيء يعني كل انسان يناضل من اجل ملف هذا ملف جماعه الكاراتيه كي تدخل على جوجل وتحط جماعه الكاراتيه يخرج لك كان هالملفات هذه. السؤال يسال شكون من صاحب الامر باش ياخذ قرار؟ هو المسؤول اللي موجود حاليا اللي هو طلب منه التصريح بالنتائج. احنا فهمنا علاش ما صرحش بالنتائج ونقولوا فيها مباشره. شخصيه كي تقول لك تطلبوا مره واثنين وثلاثه واترافير كما قلنا دي فيرديكتو فينو هذوما قرارات قضائيه نهايه الدرجه. انت ما تطبقاش علاش؟ ثم سبب. السبب هذا مطالبين ندخلوا شويه في كونه الامور. علاش السؤال؟ يعني التونسي ما صار ذكي ماهوش معناه بالبساطه هذه باش نعديوها عليه وكذا. ثم اعتبارات انتخابويه. احنا ما زلنا ما خرجناش من ثقافه الشخص. المسؤول اللي يكون موجود بكل صدق هو مطالب يغزر ال 30,000 هذا. احنا ملفاتنا واضحه قراراتنا نهائيه. السؤال علاش؟ واكثر من هذا الوزير الجديد نحترمه جيان واحنا الراجل مازال مش فاهم معناها مازال عنده ال100 لوم اللي عطاهم له رئيس وزراء باش يفهم الوضع وكذا. كي انا سامحني خليني نقول راهو ثم دي دوكيمون سينيفيكاتيف كي نقرا هذا توقيع اتفاقيه شراكه بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الوطنيه حول الرياضه من اجل التنميه والسلم. انا وقت نقرا ملف كيما هذه صدقني نقرا فيه كان انشا ترسيخ مبادئ التضامن التحابب السلم مبادئ ساميه ونبيله. سامحني هذا انا رجل اقتصاد كي تحكي على التنميه كيفاش باش تعملها التنميه افيك دي لوا اوبسوليت. التشريع الرياضي مطالبين مباشره نبدو نغيروا فيه. ثانيا السلم انا نحكي لك على جامعه نتاع فنون دفاع. اسكو اون رياليز معناها في الوضع الامني الدقيق هذايا مراهقين وشباب مطالبين نقربوا لهم مطالبين نعملوا لهم تظاهرات 3 سنوات لا عام لا اثنين 3 سنوات. واحنا الملف هذا نسمع تو السيد الوزير قال لك ممكن الحل. اخي مشكلتنا الحل علاش السؤال ما نطبقش قرارات قضائيه؟ لا لشيء لان ما تعلمناش نقبلوا الراي المخالف. يعني ممكن سامحني كلمه ممكن راي كرئيس جامعه نعتبر روحي شرعي والاعضاء نتاعي ممكن ما نجددوش ولايه سيدنا محرز بوصيان. هذا هو الموضوع واضح. مش ناخذها معك في صورة أنت اليوم فوزك وإقرار ذلك وتصبح رئيس جامعة الكاراتيه. شنو هي الحلول اللي باش تعملها في جامعة الكاراتيه؟ حلول بسيطة. شوف احنا سي فوزي الباهي وسي خميس قاسم ترى نتحدثوا احنا عندنا مدة. الراجل هذا سي ان ديريكتور تكنيك سي نوتر ديريكتور تكنيك في المدة في يعني وقت أحسن وقت لذا على الامور الفنيه تقريبا واضحه. شوف كي نحطوا وجوه نتاع فنيين نتاع ابطال العالم تسمع بوسام العرفاوي تسمع بابتسام الحناشي تسمع بمحمد حمود هذم اللي مش يكونوا في مكتب فيدرالي اكيد الناس مش تجي. كي نقول لك هالناس اللي غادرت الجامعه ناكد لك هذوما ديجا مش يكونوا موجودين قبل كل شيء لم الشمل. اثنين انا نحكي لك على اعضاء كمان عندنا قدر معين. احنا كوادر عليا في مؤسسات بنكيه عندنا اشعاع دولي. نعطيك معلومه احنا عندنا اتفاقيه عملتها القائمه نتاعنا مع الجابان كوبيريشن اللي هي مع تقريبا نسقنا مع الخارجيه نتاع اليابان. عندنا حوالي 5 مليون اورو اكثر من 10 مليار دوات. هذوما سي با دو لا ليكيد تو سامبلومون هذوما سي دو لانفراستركتور دي انفستيسمون في انفراستركتور للجامعه نتاعنا. تنجم تكون ان جراند دوجو تنجم تكون اوتيل ليليت نتاعنا. يعني عندنا الامكانيات. الاشكال مش موجود هنا ما عندناش الاشكال هذا. احنا اشكالنا ثم ناس ما خلتناش نخدموا. ونرجع لكلمه النضال والنضال ثم نضال بالاوراق واكبر مالوريزمون سامحني شبهات فساد هي فساد الورق. واضح. خلي واضح. نعاودوا نرجعوا لنزار بالشيخ لانه عاود طلب مجددا التداخل. مرحبا بك سي نزار. سي نزار نحاولوا نرجعوا لسي نزار خاطر عاود طلب قداش مره حاب يتدخل في الموضوع هذا. فوزي نعملوا امتي ريكاب. اليوم جامعه الكاراتيه
وقتاش اولادنا تنجم تعمل تربص مع المنتخب الوطني وتمشي تسافر وتجيب لنا شويه ميداليات على الاقل. هذا يظهر لي ثم موقفناش فادي الفرحاني يظهر لي البنيه كاراتيه نو ثم بنات يعني قاعدين قاعدين يشوفوا مبادرات فرديه. اليوم انا معناتها بون كلام كان فيه دوزه زايده شويه. لا ممتاز بالعكس. لكن اليوم انتم مطالبين انكم تقعدوا الكل على طاوله واحده وتغلبوا المصلحه الوطنيه، يعني نخليوا الانتخابات على الشيره، نخليوا مصلحه الرياضه قبل المصلحه الوطنيه، مصلحه الرياضه على الاقل الفصول وغيره والقانون، يعني معناتها بقشيش كما نقولوا. يعني يلزم اليوم نقعدوا الناس الكل ونحاولوا نصفيوا وضعيه الرياضه هذه، لانه نتصور الناس الكل عندها غايه واحده هي اعلاء الرايه الوطنيه في الاختصاص هذا. وانت تعرف محمد الهادي انه معناتها الميداليات الذهبيه والفضيه في الاولمبياد ولا في المناسبات العالميه ما تجي كامل رياضات هذه. دونك انتم مطالبين تقعدوا مع بعضكم، تحاولوا تقعدوا مع السيد الوزير السيد ماهر بن ذيا، رجل ممتاز الحقيقه وقاعد يشتغل. بالمناسبه هاو طلب مقابله للسيد الوزير عاجل، قلنا له السيد الوزير لو حبينا نقابلوه قبل ما نطالبوا السيد وزير العدل، لانه ملف تقني وعدلي بامتياز. ربما حتى يعني حتى إجابة. كما نقولوا شرفاء اللعبه هذه، يعني الناس الكبار يحاولوا يدخلوا زاده باش رأب الصدع هذا، والمصلحه الوطنيه على حاجه نرجع للتدخل الاخير لنزار بالشيخ رئيس اللجنه القانونيه لجامعه الكاراتيه. مرحبا بك سي نزار. مرحبا بك عايش. حبيت تتدخل معنا، تفضل. تسلسل الاحداث في الوقائع اللي وقعت. وقعت جلسه صلحيه في تاريخ 11 ابريل 2015 مع السيد الوزير، وحضر فيها رئيس اللجنه الاولمبيه وحضر فيها اعضاء من اللجنه الاولمبيه اللي هو السي عادل رئيس الجامعه تاع تايكواندو، والسي اسكندر حفيفه الجامعه التونسيه للجيدو. وعلى اثر معناها الاجتماع هذا معناها وقع الاتفاق مع السي خميس قاسم انه معناها يقع صلح سمتني وقع تحضير محضر جلسه انه يتنازل على جميع القرار نتاعو هذيا، اما بالمراجعه او بالالغاء معناها حسب الاجتماعات اللي تتم عليها بعد وعلى اثرها بالنسبه للمكتب الجامعي. وصححنا الناس الكل بما فيهم رئيس اللجنه الاولمبيه واعضاء اللجنه الاولمبيه، صححنا على محضر جلسه هذا اللي هو موجود عند رئيس اللجنه الاولمبيه. اجتمعنا وقع دعوتنا الاجتماع معناها على اثر ذلك الاجتماع في يوم السبت 11 ابريل 2015. اول ما قعدنا على الطاوله قرينا معناها جدول عمل الجلسه، لقيناه منافي تماما واضح. بسرعه سيزار بالنسبه للاجتماع. لا لحظه، دخلت انا قلت له مش هذا اللي وقع معناها عليه الاتفاق، حبينا نعاودوا نراجعوا قرارات ونصلحوها ونصوتوا عليها بالاجماع بالاتفاق. ما حبش السيد الرئيس ورفع الجلسه وخرجنا من المكتب الجامعي. واضح. شكرا لك سي نزار بالشيخ رئيس اللجنه القانونيه لجامعه الكاراتيه. في اقل من دقيقه كان جاوب سي نزار على التدخل الاخير. صحيح اللي صار هو اول ما دخلوا الاجتماع اول حاجه عملوها قالوا الغاء. يا ودي راهو المحضر اللي اتفقنا فيه مش الغاء، مراجعه زاده. قال لا ما ثماش كلمه مراجعه، وخرجوا على الاطار نجم نقول لك اللي نتاع اجتماع. دونك هذاك علاش تلزينا باش نرفعوا الجلسه. ثاني حاجه بالنسبه للحاجه اخرى ثم حاجات موضوعيه سامحني. شوف وقت تحب تناقش في موضوع ناقشوا وانت عندك الكفاءه اللي باش تناقشوا. ما تجيش للطبيب تقول له والله براي سامحني نحب ربي بكل ديمقراطيه الدواء هذايا اسبيجيك في بلاصه تعطيه اعطيها ثم حاجات احترام في الاهل الاختصاص. المفروض تقول يا اخوي نحب نسمعك يا ولد الاختصاص واقنعنا باللي عندك. هما لا في الاختيارات الفنيه سي خميس بربي سامحني كلمه مهمه كلمتين تو سي خميس قاسم ما يحسب له كلمه حق نقولها. انا كي نقول نشوف سي محمد حمود بطل متوسطي، نشوف سي محمد جمعه ابطال عالم وابطال افريقيا، رجعوا للستاف تكنيك اخي نستبشروا خير ولا هذم مش راضيين. تو خاطر السيد اللي كان يحكي كامل احتراماتي ليه ما عنده حتى درايه لا برياضه الكاراتيه، ونعرفوا احنا مجموعه شكون هذول لا لشيء، لانه شخص كان هو العين نتاع المجموعه القديمه اتنحى اللي هو المدير الفني السابق وتنحى بقرار انهاء مهام من سيد الوزير المؤقت السابق. نتكلموا مباشره ومن دويزينا من العموميات هذه عموميات. تو بلادنا حاجتها بقرارات لا فورس دو لا سيناتور ماهيش قرارات حل. السياسه اللي يحب يعمل سياسه هو خطاب مرن ويلم به العباد ونحطوا حاجات ملموسه. وشكرا.
واضح. تحضيراتكم للالعاب الافريقيه سي فوزي؟ قدمنا برنامج اخيرا نهار الجمعه بعد اتفاق مع ستاف تكنيك في تحوي بعض التحويرات، وقدمناه يوم الجمعه في المكتب الضبط لوزاره الاشراف، وننتظروا انه ثم وقعت جلسه مع الاداره الفنيه للجامعه التونسيه للكاراتيه والمسؤول الاول سي هادي عبد الجواد فيما يتعلق بالتحضيرات، وننتظروا القرارات سياده الوزير والديبلوكاج نتاع الفلوس فيما يتعلق بامين المال. شكرا على حضورك سي فوزي الباهي. شكرا لك أنا بعد شكرا على حضورك، شاركوا ونشوفكم في فرصة قادمة وقت اللي تتلموا على الأقل وتلم الشمل. لا ملمومين والحمد لله. الحمد لله لاباس. إن شاء الله. إن شاء الله المبادرة نتاعكم ما شاء الله لميتونا. بارك الله فيكم. شكرا لكم. تونس هي الأعلى أكيد مصلحة الوطن، مصلحة الرياضة زادة في تونس هي العليا، خصوصا على مستوى الهياكل الرياضية، وأيضا